في صباح مشرق يفوح برائحة الطين والنخيل، توجهت تالا بخطواتها الواثقة نحو حظيرة الحيوانات. كانت تحمل جزرة برتقالية زاهية وعيناها تلمعان بتحد جديد. خلفها كان عزوز يسير بهدوء، يمسك وعاء الحبوب بيده الصغيرة بتركيز شديد، وكأنه يحمل كنزا ثمينا. كان الهدف هو التعرف على سكان المزرعة الجدد. أول من استقبلهما كان عنتر، وهو تيس صغير يحب القفز والمشاكسة. حاول عنتر أن يقفز نحو تالا ليأخذ ما في يدها، لكن تالا لم تتراجع. وقفت بثبات ورفعت رأسها وقالت بصوت قوي: على مهلك يا عنتر، الطعام للجميع. استخدمت تالا شخصيتها القيادية لتوجيه التيس نحو حوض الطعام، معلمة إياه الصبر بشجاعة نادرة. بينما كانت تالا تنظم حركة الحيوانات الكبيرة، لاحظ عزوز شيئا غريبا تحت شجرة السدر. سمع صوتا ضعيفا: سيس سيس. اقترب عزوز بهدوء شديد وجلس على ركبتيه. وجد كتكوتا أصفر صغيرا قد ضل طريقه عن أمه الدجاجة وعلق بين الأغصان. مد عزوز يده ببطء شديد حتى وثق به الكتكوت وقفز إلى كفه الدافئة. وضع عزوز الكتكوت برفق بجانب أمه. نظرت تالا إلى عزوز وقالت: أنت بطل يا عزوز، لقد أنقذته. بعد المغامرة جلس الصغيران في وسط الحظيرة برفقة الحيوانات كلها. مالت الشمس إلى الغروب وحان وقت العودة. كانت ملابس تالا الوردية وعزوز الزرقاء مليئة بآثار المغامرة، لكن وجوههما كانت تشع سعادة. لقد تعلم الصغيران أن القوة في الرفق، وأن القيادة هي الاهتمام بالصغير قبل الكبير. بمجرد أن وضعا رأسيهما على الوسادة غطا في نوم عميق جدا، ولم يحتاجا لقصص خيالية، لأن أحلامهما كانت عما خاضاه في هذا اليوم الطويل. والآن دورك يا صغيري، أحلاما سعيدة.